بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انا اتكلمت معاكم قبل كده عن اللي هو الزيت بتاع باراشوت شاملة، اللي هو ده لشعر قوي وكثيف. آه وقرينا المكتوب عليه طبعا، وان هو كمان احنا قلنا صنع فين، استنى ما نفتكر كده. بلد المنشأ كان الهند، لو انتوا فاكرين او مش عارفة. بصوا الإضاءة، المهم بلد المنشأ بتاعه الهند. المكونات بتاعته اهي: البرافين السائل، زيت كوكوز، مش عارفة، جوز هند، زيت بذور، ده هو اسمه زيت الخروع يعني، و... والكركديه، وزيت اللوز. دول المكونات بتاعته. ده هند، ده باراشوت اللي هو نفسه بقى. ده انا لما جيت استخدمته، ده لما استخدمته كان سائل، عشان هو قديم خلصان، مش عارفة فيه من جوه ولا لا، حتى فاضي. بس بصوا لما بينزل سائل اهي، سائل ميه، معلش دي من ده ميه اهي، سائل، زيت سائل. حتى احنا في عز التلج اللي احنا فيه، هو منزل، احنا في شهر 2 والجو برد جدا، منزله سائل. تعالوا بقى امسح ايدي بس لحظة، هوريكم التاني. دي طبعا مقفولة، انا هجيب لكم واحدة من اللي انا كنت فاتحاها بقى، اللي انا بستخدمها، اللي انا وقفت شغل فيها. بصوا من جوه، طبعا انا مش عارفة استخدمه في الوقت الحالي، بس اهو لما ينزل على ايدك كده اهو، بصوا من شهر 10 اول ما بدأ الجو يبرد شوية وبدأ اعمل كده، بس لما تدعكيه خلاص بيقلب معاكي زيت وتمام جدا. طبعا زيت الجوز الهندي الاصلي هو بيتعرف من كده، من إن هو اللي مش عليه اي اضافات بقى اهو. هو طبعا حلو لكل حاجه زيت الجوز الهندي، يعني مش مشكله نتعجن ايدينا. الساقعه بتحوله لسمنه، بتخليه جامد كده، يبقى كده. لكن طبعا يبقى ده عليه اضافات مش اصلي. تعالى بقى نقرا المكتوب عليه، خلي المفتوح ده في جنب ونقرا المكونات هنا. بصوا بقى مكتوب عليه ايه بقى. زيت باراشوت جوز الهند صالح للاكل، يعني انتوا ممكن تستعمليه في الاكل، نقي 100%. تاريخ الإنتاج، فين المنشأ؟ المنشأ برضو الهند. تمام. مكوناته دي المكونات بتاعته. دي الحقائق الغذائية. مم. جوز زيت الهند. ده الشكل من الأمام. طبعا ده ما طلعش اللي هو الأصلي، طلع حاجة تانية، باراشوت، بس مش الأصلي. حتى مش مكتوب عليه إن هو صالح للأكل ولا حاجة. زيادة الكثافة، جميع أنواع الشعر، استخدم كل مرة لغسل شعرك بالشامبو. زيت المحتوى زيت جوز هند نقي، يعني معنى كده ان هو مش عليه اضافات. الحقائق الغذائية، يعني دي المكونات بتاعته يعني. لا دي حاجة تانية. مش المكونات هو زيت جوز هند، لكن مش مضاف له حاجة. زيت جوز هند يتجمد عند اقل من 25 درجة اهي. بصوا عند فترة من الزمن حبيبات قد تظهر، وهو امر طبيعي لاعادته يجب يبقى انت نحطه على درجة حرارة 40. احنا لما نعمله في ايدينا بيرجع تاني. لحظة، معنى كده ان ايه، ان ده الاصلي، ده مش اصلي. بس ده مش وحش يعني، شامله ده مش وحش، باراشوت شامله ما هوش وحش. ده اغلى منه، يعني ده حجم دي، يعني شفتوا حجم دي ودي، يعني دي حجمها 175 مللي اللي هي الصغيره اللي هي الاصليه. دي حجمها، استنى ما اشوف حجمها، دي حجمها 300، يعني تعتبر قد دي مرتين. بس دي لما اشترينا دي احنا جايبينه من بره، فسعر دي
بالنسبه لحجمها يعني، اللي هي كانت تقريبا نقول كان عليها عرض اللي هما الاتنين مع بعض، كانت الواحده مثلا واقفه ب3 دراهم، 3 دراهم. دي على بعضها كانت بكام؟ ب4 دراهم الواحده لوحدها. الواحده لوحدها دي بالحجم دي، يعني دي 4 دراهم في العرض، ودي كانت 3 دراهم، مع ان هي دي قد دي مرتين. تمام. فيعني لو حد هيبص للسعر هيقول لك يبقى دي احسن، لا دي حجمها قد دي مرتين، فسعرها المفروض يبقى قدها مرتين. وكمان كمان جوز الهند معروف ان هو بيتجمد في درجه الحراره اللي هي في البرد يعني. انا بس حبيت اقول رايي في وده حلو على فكره برضو، والريحه يعتبر متقاربه، الريحه مش هنقول الريحه بعيده، هي ريحه جوز هند اللي هو المطبوخ، اللي تحسي ان انتوا ريحته وانت حاطاه في الفرن كده، ريحه جوز هند، او ريحه جوز هند، جوز هند بجد يعني. لما تكوني جايبه الجوز الهند ده ريحته ريحته حلوه، مش بتنفري منها، يعني بتشدك، الريحه بتاعته كويسه. وكويس برضو للشعر، ان هو بيطول شعر، بيعمل الحاجات دي. طبعا الحاجات دي لها علاجات تانية، بس جوز الهند الاصلي هجيب معاك نتيجه كويسه. اتمنى بس اكون افدتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.